يعني اللي بشرتها بيضة وفيها حمار. ركز في تفاصيل مراتك واحفظها كويس. سادس حاجة، الزوجة بتحتاج من زوجها التدليل والدلع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدلعها، كان بيقول لها يا عائش، كان بيقول لها يا حميراء، يعني اللي بشرتها بيضة وفيها حمار. الدلع مش عيب، اختار لها الاسم اللي بتحبه وناديها بيه، حسسها انك شايفها جميلة حتى لو انت مش شايفها جميلة. مع الوقت ربنا هيرضيك بشكلها وهتشوفها فعلا جميلة. المهم بص في ورقتك، ما تبصش في ورقة حد تاني. العب معاها وامرح معاها. السيدة عائشة بتقول ان هي سبقت النبي فسبقته، وبعد فترة النبي سبقها فهو سبقها. قال لها هذه بتلك. كان بيلعب معاها، كانوا بيجروا ورا بعض، كانوا بيطلعوا مكان ويتمشوا ويجروا ورا بعض. كان بوقاره ومكانته هم الأمة اللي شايله كان بيجري وراها وبيسابقها في الصحراء علشان بس يساعدها، وكان بيتمشى معاها في الليل. خلي دايما في وقت ليك انت وبس مع مراتك، تعملوا أي حاجة سوا. العب مع زوجتك، ايه المشكلة؟ اللعب والمرح ده بيجدد خلايا الحب اللي بتموت بسبب روتين الحياة.